رسالة النهاردة من ديلي إنسايد بتقول: في ناس مش قلبها قاسي، لكن ناس قلبها تعب. عمرك سألتي نفسك ليه بقيتي هادية زيادة عن اللزوم؟ ليه ما بقيتيش تزعلي ولا تفرحي ولا حتى تتخانقي؟ ده غالبا مش نضج، ده اسمه خدر عاطفي. الخدر العاطفي بيجي كتير بعد فترات طويلة من الضغط، بعد ما تكوني دايما الشخص اللي بيستحمل، اللي بيعدي، اللي بيقول معلش. مع الوقت عقلك بيقرر يحميكي، فبيقلل الإحساس كله، الوجع، الفرح والحماس. تلاقي نفسك بتعملي كل حاجة صح بس من غير روح، تصحي تشتغلي تتكلمي تضحكي، بس كل ده من غير ما تحسي بعمق. من علاماته إنك تحسي إنك بعيدة حتى وإنتي قريبة، تسمعي مشاكل الناس ومش قادرة تتفاعلي، تحبي ناس بس مش عارفة تحسي بالحب زي الأول. وده مش لأنك شخص بارد، بالعكس، لأنك حسيتي كتير زيادة عن اللزوم في وقت غلط. المشكلة إن الخدر العاطفي لو طول بيخلينا نفقد التواصل مع نفسنا. عشان كده الحل مش إنك تستني الإحساس يرجع، الحل إنك تبدأي تسمحي لنفسك تحسي تاني حتى لو الإحساس وجع. اتكلمي، اعترفي بتعبك، وقفي دور القوية شوية، لأن القوة الحقيقية إنك تواجهي اللي جواكي مش تهربي منه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان نكمل الرحلة سوا. بحبكم.